صباح الفل. من الحاجات اللي تساعدنا جدا ان احنا نعيش شعور البهجة والاستمتاع في حياتنا ان احنا نروح رحلات واماكن جديدة ونتعرف على ناس جديدة. ومن اول الحاجات اللي بنعملها لما بنروح بورسعيد ان احنا بنعدي نجيب اكياس عيش ونعدي على المعدية ونأكل النور زي ما عملنا. انا الحقيقة اتبسطت معاهم اكتر منهم. بعد كده بننزل من المعدية. أول ما بتنزل من المعدية في بور فؤاد بتشوف قدامك في وشك المسجد الكبير. المسجد الكبير ده من أحب المعالم لقلبي اللي موجودة في بورسعيد. كل ما بشوفه وببص له بتبسط قوي. تاني مكان احنا رحناه بعد كده اسمه جبل الملح. المكان ده أول ما هتخشه هتفتكر إن أنت موجود في القطب الجنوبي عند الجليد، بس هو في الحقيقة مجرد ملح. في ده بقى اسمه دكان الملح موجود هناك. ده عبارة عن أباجورات معمولة من الملح الصخري، لما بتنور بتبقى تحفة. وفي عنده أنواع صابون كتير قوي وأنواع كريمات للبشرة. ده الملمس بتاع الملح. عارفين الملح الخشن؟ أيوة، اللي احنا بنجيبه وبناكله في البيت. والملح العادي هو كله بيطلع من هنا. احنا هنا كنا طبعا بنلعب مع بعض وعمالين نرش على بعض ملح واتغرقنا. لقينا بقى في الكوتشي وفي وسط الهدوم قعدنا نتشكشك طول اليوم، بس كنا مبسوطين. المكان ده بقى لما رحناه التاني اسمها حديقة المسلة. دي قبل ما بنروح لها بناخد معانا شوية قمح ونقعد نأكل الحمام اللي موجود هناك. أول ما بيشوفك الحمام هتلاقيه بيجري عليك، انت هتفتكر ان هو بيحبك، هو عايز اللي معاك. المكان التاني ده بقى اللي رحناه هو طرح البحر. في هناك أحصنة انت ممكن تأجر وتركب حصان تلفلك بيه لفة حلوة. الملبس بتاع الحصان كان جميل قوي وسابني ان انا طبطب واحسس عليه، وكنت هموت واحضنه كمان. بعد كده جبت لي كوباية قهوة بندق وطلعت لي على البحر. اسمعوا معايا صوت البحر الجميل واستمتعوا. دي كانت أحلى فقرة بالنسبة لي في اليوم. هدوء وسلام وسكينة. الحقيقة أنا كنت هموت وأنزل، بس ما كنتش هعرف ألبسي بعديها، كان اليوم هيقفل. وهنا أنا كنت بحاول ألعب مع المية تقريبا. بس اليوم على العموم كان جميل. روحوا بورسعيد هتتبسطوا قوي. يلا أشوفكم الرحلة اللي جاية. سلام.